السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. اللوكيشن متغير والمكان متغير، بس ده مش عشان تجديد ولا عشان تغيير ولا عشان اي حاجة، ده عشان انا العبد لله ولعت في المكان كله وما بقاش صالح ان هو يتم التصوير فيه خالص. فاضطريت ان انا ارجع لرينج لايت القديمه واصور بيها عادي جدا. ليه بقى؟ لان انا بحب انكش في كل حاجه. انا لازم اعمل اي حاجه، مع لازم اصل الاضاءه لازم اخليها سوفت ومش عارف. ولعت في الاضاءه اهي، مبقاش فيه ضوء، بوظتها. اللمبه اللي كانت شغاله فيها فرقعت والمشترك باظ واللوكيشن كله وقع. مبقاش في اي حاجه صالحه ان انا اصور بيها تاني اصلا. وكمان مفيش ذاكره، هو بيقول لي الذاكره خلصت. يخرب بيت يلا مش مهم، مادام في كاميرا وفي مايك يبقى نعمل فيديو النهارده عن ايه بقى؟ هو يبقى فيديو قصير لان انا بالمنظر ده مش هستحمل دقيقتين على بعض، او التليفون مش هيستحمل دقيقتين. على فكره الجهاز مش على الشاحن برضه، يعني ممكن يفصل في اي لحظه. والله مش عارف اعمل ايه في الحكايه دي. انا هتكلم في الفيديو ده عن انت ليه محتاج يبقى في حياتك دايما هدف طويل المدى. هدف طويل المدى هنعرفه كده باختصار، هو هدف بيبقى دايما نتيجته بتبقى بعيدة أوي. يعني بتبقى بتعمل حاجة عشان انت مستني نتيجتها بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 6 سنين، بعد 10 سنين. هي دي الأهداف طويلة المدى اللي هي نتيجتها مش لحظية، مكافئتها مش في وقتها، مش في ساعتها. هي دي الأهداف ايه طويلة المدى. ليه انت محتاج يبقى في حياتك هدف طويل المدى؟ وليه انا بعترض على الناس اللي ما عندهاش اهداف طويلة المدى في حياتها او مشاريع مقدمة؟ ده لان الاهداف طويله المدى بتحميك من حاجات كتيره جدا، اولها الاكتئاب. تحميك من حاجات نفسيه كتيره، يعني او ايه بتبدا بالاكتئاب. ليه بقى؟ لان الهدف طويل المدى ده بيبقى حاجه، بتبقى ايه اكتر حاجه انت بتحبها، اكتر حاجه انت بتعيش عشانها. هي دي اللي بتدي قيمه لحياتك، فغيابها ده بيعني بالضروره غياب القيمه من حياتك. فبالتالي تحس ان انت بلا قيمه، وتحس ان انت كلب قوي، فايه مش هتعمل اي حاجه، وهتبقى مكتئب وقاعد وبتعيط عشان انت فقدت اصلا القيمه من وجودك في الكوكب. فالاهداف طويله المدى والمشاريع طويله المدى هي بتبقى الحاجه اللي انت بتصحى كل يوم الصبح عندك هدف انك تطورها، عندك هدف انك تعملها، عندك هدف ان انت تحسنها باي شكل من الاشكال. مش شرط يبقى عندك هدف واحد طويل المدى، بس لازم يبقى عندك هدف واحد على الاقل. الاهداف طويله المدى هي المشروع اللي انت بتستثمر فيه وقتك كل يوم عشان في الاخر تلاقي نتيجة. بتستثمر فيه اغلى حاجة عندك اللي هي الوقت. طبعا انت تلاقيك ماشي بعزقها في كل حتة، مرة على الريلز ومرة على الشورتس ومرة مش عارف. ما علينا. حاجة تانية، دلوقتي هتسأل سؤال: طب انا ازاي احط هدف طويل المدى؟ الله، وصل. لا الحمد لله سليم. طيب كنا بنقول ايه؟ ازاي تحط هدف طويل المدى؟ عشان تحط هدف طويل المدى اول حاجه لازم تعملها وهي انك تدور على حاجه انت مستعد بجد ان انت تفني عمرك عشانها. حاجه انت بتحبها جدا، حاجه اللي هو الشغف زي ما بيقولوا عليه. او هدف سامي، اي حاجه انت مستعد ان يعني ان انت لو مت دلوقتي وانت عاملها، انت خلاص انت مرضي. انا مش عايز حاجه من الدنيا غير كده. ودي اهم حاجه في الهدف طويل المدى. طيب تاني حاجة وهي ان انت لازم تمسك الهدف ده وتفصصه على حاجات عملية وحاجات بسيطة. ازاي بقى؟ يعني ما تقولش مثلا انا عايز انجح في المطلق كده. ما هتنجح ازاي؟ طب هتنجح في ايه؟ طب هتنجح لازم تدي لنفسك اوامر واضحة وصريحة وبسيطة عشان تعرف تمشي عليها. لكن مفيش حد بيلاقي واحد اسمه النجاح يروح له، يعني مفيش كده. فهتمسك الهدف وهتفصصه لحاجات تقدر تعملها، لحاجات ملموسة. هديك المثال عليا. يعني انا مثلا عندي هدف ان انا احقق نجاح في السوشيال ميديا، على اليوتيوب تحديدا. طيب عشان احقق نجاح في السوشيال ميديا اولا لازم الاقي كونت، تمام، اللي هو المحتوى اللي انت بتلاقيه ده لازم يبقى فيه افكار. تمام. طب انا ازاي الاقي افكار؟ لازم اثناء اليوم اي فكره ببقى ماشي كده. عارفين يا جماعه جوجل كيب اللي بيبقى على التليفون ده، اللي ببقى بدون عليه كل حاجه او بسجل فويس او حاجات كده عشان اعرف القط الافكار فاطلع منها محتوى فيما بعد. فانا هنا حولت الهدف ده لحاجه ملموسه. تمام.
تاني حاجة عشان اعمل فيديو كويس لازم اتعلم اديتنج. طب ازاي اتعلم اديتنج؟ اولا لازم يبقى عندي برنامج اديتنج، بعد كده لازم يبقى عندي جهاز اعمل عليه اديتنج، بعد كده لازم اتفرج على ناس بيعلموا ازاي يعملوا اديتنج عشان انا كمان اتعلم ازاي وهكذا بقى. يعني تفصص الحاجات لحاجات عمليه وملموسه، بحيث ان انت لما تقول انا عايز اعمل كذا يبقى عندك خطوات تمشي عليها، يبقى في طريق واضح تمشي عليه، ما يبقاش في هدف كده والطريق مبهم، مفيش حاجه توصلك لهناك. الطريق ده بترسمه بان انت تحط حاجات واضحه تمشي عليها، ما بان هو هدف طويل المدى يعني هدف نهايته بتبقى بعيده. فعشان تعرف تحقق الاستمراريه على الهدف طويل المدى ده لازم ان انت تخلي الحاجات بسيطه جدا قدر الامكان. ما تبداش الحاجات صعبه. يعني بكل بساطة لما تيجي تحط هدف طويل المدى مسموح لك بانعدام الواقعية عادي. ممكن تحط اي حاجة في بالك بس تكون بتحبها وعايز توصل لها، مسموح لك عادي بانعدام يا عم قول انا عايز احرر القدس، حط اللي انت عايزه، بس في الطريق لازم الواقعية، لازم عنصر الواقعية. ما تقولش انا مثلا ما اقولش انا هوصل مليون مشترك في اول يومين. ما هو لازم تبقى واقعي في الطريق اللي انت بترسمه، ما تحطش حاجات صعبة قوي، بالعكس ده انت خليها بسيطة جدا 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 عشان تعرف تستمر عليها. لان في بداية اي مشروع طويل المدى لازم تهتم بالكم وليس الكيف، الكم وليس الكيف. لان انت لو اهتميت بالكيف الكم هيولع والهدف كله هيولع بالتالي ومش هتعرف تعمل اي حاجة. فالكم ازاي بقى؟ لازم تحسن في الهدف ده زي ما حكيت قبل كده في الكتاب بتاع العادات الذرية، تحسن فيه على الأقل لو بنسبة 1% كل يوم، 1%، بس 1%. انت لو عملته بنسبة 1%، الوحايد دي هتتراكم على مدار الفترة اللي انت محددها، فبالتالي هتديك نتيجة كبيرة. لكن ما تقولش انا النهاردة هحقق بنسبة 50% وبعد كده هتبقى انت لا اللي انت عملت 1% ولا انت اللي عملت 50% والمشروع كله باظ وما استفدتش اي حاجة. تمام. تاني حاجة لازم تتوقع ان الطريق مش هيبقى سالك خالص 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 خالص، وطول ما انت بتحاول تحقق الهدف ده عمر ما الطريق هتمشي زي ما انت راسمه بالظبط. عمر ما الطريق، لان الانسان الطبيعي بالخطه يبقى حسب دماغه بيبقى راسم الطريق كده مستقيم كده طريق عمودي كده، لكن هو في الحقيقه الطريق بيبقى عامل كده وكده وكده وكده، فانت مش هتعرف تسيطر على كل الحاجات دي. استحاله انت تمشي في الطريق وما يجيلكش اي خبطه او اي منعطف او اي حاجه. فلازم تتقبل ان هتيجي في وقت ما وهتلاقيها قفلت في وشك، وهتلاقي ان انت مش قادر تعمل حاجه ومش عارف تعمل حاجه وباظت من كل حاجه. بس صدقني اللحظه دي هي اهم لحظه في الحكايه كلها، هي اللحظه المفصليه في القصه كلها. لان انت ساعتها دماغك بيعرض عليك خيار، يا تقف يا ما تقفش، يا تبطل تمشي في المشروع يا ما تمشيش، يا تبطل تمشي في المشروع يا تمشي فيه. فانت بكل بساطه المفروض تقاوم ان انت تنحرف. يعني في الحاله دي وهتقابلك كتير الحالات دي، حاله ان انت بدات تنحرف عن الطريق اللي انت كنت راسمه، لازم بسرعه ترجع له. انت فهمت ازاي؟ يعني المنعطفات لابد منها، وحاجه ما يقدرش يتحكم فيها، ولازم في وقت ما هتشطح في حته، بس لازم ان انت ترجع بسرعه. هي دي بقى النقطه، هي دي القصه كلها، هي دي اللي بتخلي الناس دايما ما تعرفش تمشي في الطريق ده. انت بس محتاج ان انت تصبر شويه، تحاول اكتر عشان تعرف ترد بسرعه للطريق اللي انت كنت ماشي فيه. يا رب يا رب الذاكرة تكفي لحد ما اخلص. تمام. لازم بقى تاني حاجة ان انت تحدد مدة زمنية للحكاية دي. ليه بقى؟ لان الناس دايما لما بتحط مشروع طويل المدى بتبقى حاسس ان هي عاملة النهاية مفتوحة، يعني اللي هي ايه، انا هخلص الهدف ده الى ما لا نهاية، مش حاطة وقت المفروض التارجت ده فيه يخلص. فانت لازم تحط مدة زمنية واقعية، اهم حاجة واقعية. ما تقولش انا المشروع ده ساعتين زمن وكوبايه شاي وهيخلص. لازم تحط وقت واقعي محدد عشان تخلص المشروع ده. لان انت لو ما حطيتش كده هتقع في غلطه انا كنت بقع فيها وفي ناس كتير كانوا بيقعوا فيها، وهي ان انت بتسيب النهايه مفتوحه. فالوقت بتاع العمل بيتمدد حسب الوقت اللي انت سايبه. يعني هقول
ودي حقيقة على فكرة. لما كنت في المدرسة يا عم، لما كنت في المدرسة وتتفاجئ ان انت تالت يوم او تاني يوم وعندك امتحان، وفرضا ان انت بتذاكر يعني الامتحانات وعارف مواعيد الامتحانات والكلام ده، فانت ممكن حرفيا تلم الموضوع كله وتلم المنهج كله في يومين. طيب شوف الوقت صغر قد ايه، شوف الحكايه دي كانت بتحتاج قد ايه، والوقت صغر. وفي ناس بتلمها في يوم، وفي ناس بتلمها في ساعتين. انا مش عايز اتكلم بس. طيب لو الامتحان ده كان بعد 3 ايام، انت هتلمهم في 3 ايام. ولو كان بعد 4 ايام هتلمهم في 4 ايام. ولو كان بعد 7 ايام هتلمهم في 7 ايام، على حسب بس انت بدأت من امتى. ده لان في نظريه عن الحكايه دي بتقول ان المجهود المبذول وقته بيتمدد حسب الوقت اللي محطوط له. انت فاهم؟ يعني لو انت في مجهود بيخلص في 4 ايام وعندك ديدلاين اسبوعين، هيخلص في اسبوعين. هتفضل تماطل فيه وتمط فيه لحد ما يخلص بالظبط في اسبوعين. فهي دي الفكره. لو انت حطيت ان النهايه الى ما لا نهايه، ما كده الهدف مش هيخلص يا اسطى. مش هتعرف تعمل حاجه، مش هتعرف تمشي. ولو مشيت هتبقى مشيت ببطء جدا. فلازم تحدد وقت للهدف ده عشان تعرف تتقدم بسرعه. انت ما عندكش عمر لا محدود. انت فاهم؟ انت عندك عمر محدود، لازم تلحق تحقق فيه اكبر قدر من الانجاز وتوصل لهدفك بكل سلام وطمأنينة. طيب جزء تاني دي، انت لازم تحول الهدف ده لعادات يومية. وزي ما قلت لك هتحاول تحسن فيه بنسبة 1% لحد ما يبقى الموضوع زي عادة، زي حاجة انت بتصحى زي كل يوم تعملها. انت صاحي من النوم عارف انت هتعمل ايه، الحاجات واضحة ومرسومة والطريق واضح، واي حاجة هتجيلك او اي حاجة هتعطلك انت عارف انها هتيجي، وانت عارف ومتأكد انها هتحصل، وعارف انت تتعامل معاها ازاي. فانت هتحولها لعادات، وتقدر تشوف ازاي تقدر تحول الحاجة لعادة في السلسلة بتاعت كتاب العادات الذرية اللي أنا نزلت أول جزء منها. إن شاء الله قدام يعني هحاول أنزل الأجزاء التانية. هو كتاب مهم جدا، أنصحك إنك تقراه. يعني كل فيديو هقعد أنصحك إنك تقراه. يعني أنا مستعد أدفع للناس عشان تقراه والله. يعني الكتاب ده مهم بطريقة مش هتتخيلها. بس كده يا عم. وكالعادة كل حلو بكل آخر، ومسيرك حلو هتوصل للآخر. وفي الآخر أحب أقول لك تذكر دائما أن أسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحة لتعبر فيها عن رأيك بكل حرية. السلام عليكم.